نيجي بعد كده نتكلم في حل الواجب. ليه تحل الواجب؟ مبدئيا عشان ما تتهزقش من المدرس. اجابه بديهيه جدا. تاني حاجه، الواجب مهم جدا في فكره ان انت، احنا قلنا في الدايره، فاللي قبل حل الواجب هو المذاكره. فحل الواجب هو اللي هيخليك تقيم تحصيلك من المذاكره. انت قاعد بتحل الواجب دلوقتي، مثلا وقف معاك حاجات في المسائل في الفيزياء، فانت كده تعرف ان في مشكله عندك في القوانين وحل المسائل، ترجع ان انت تراجع الموضوع تاني. فحل الواجب بعد المذاكره على طول مهم جدا. اللي بيحل او اللي بيذاكر من غير ما يحل الواجب اكنه ما ذاكرش، لان حل الواجب هو جزء من المذاكره. طيب تذاكر او تحل الواجب ازاي؟ في ناس بتحل الواجب شفوي بتستسهل، صح؟ صح؟ ماشي. فكره ان انت بتحل الواجب شفوي، انت دلوقتي في مرحله الثانويه، بتذاكر ليه؟ عشان انت بتدرب نفسك ان انت هتدخل الامتحان. الامتحان بتجاوب فيه تحريري ولا بتجاوب فيه شفوي؟ تحريري. يبقى تحل تحريري عشان عقلك يتدرب ان المعلومه بتخرج في صوره كتابه. لو عقلك اتدرب ان المعلومه بتخرج في صوره كلام، فده هيتعبك شويه قدام. تمام؟ فده هيتعبك شويه قدام. حلو الكفر معاك. كم كتاب؟ في اشاعه طالعه ان انت لما تحل 5 كتب في الفيزياء هتقفل الفيزياء. سمعت عنها؟ ماشي. هو مبدئيا مش بحل كتب كتير، بان انت تحل. مش معنى ان انت حليت 5 كتب فيزياء ان انت هتقفل الفيزياء. ممكن واحد حل، انا عن نفسي حليت كتاب واحد وبعد كده في المراجعه كتاب تاني او الامتحانات وقفلت الفيزياء الحمد لله. فالموضوع مش بكتر حل عدد الكتب الكتير. ما تجيش تقول ان في اسئله كتير بتتبعت لي انا ما عنديش وقت احل الواجب وما عنديش وقت اذاكر. اجي اساله بتحل كام كتاب في كل ماده؟ يقول لي 4 كتب. طب ما طبيعي ما يبقاش عندك وقت. ما تجيش على ماده على حساب الثانيه. انت مثلا ما تفضلش تحل في الفيزياء 4 ولا 5 كتب وتيجي في باقي المواد تتاثر فيها، لان المجموع في الاخر على عدد المواد كلها. المجموع مش هيجي لك على الفيزياء بس. فهو كفايه قوي في كل ماده الواجب اللي انت بتعمله، وبعد كده المرحله الجايه هيبقى في ملازم مراجعه هتحلها، هيبقى في امتحانات. فواحده واحده كده، ما تضغطش على نفسك من دلوقتي. لو انت خلصت كل الواجبات اللي وراك وعندك وقت، ابدا بعد كده ان انت تفتح في كتاب تاني، مش مشكله. بس الفكره ان انت تعمل الاساس الاول. نيجي بعد كده لامتحانات الدروس. هي مكاسة اخر السنه؟ ايه؟ لا ليه؟ هي مقياس بس للمذاكره او المرحله اللي قبلها لحل الواجب. زي ما قلنا الدايره كلها بتدور حوالين بعضها. فانت بامتحانات الدروس انت بتقيم انت حليت الواجب ازاي وذاكرت ازاي وكل الكلام ده. لو انت لقيت مشكله في امتحانات الدروس، فبتبدا ان انت تقعد مع نفسك وتحلل وتشوف انا والله ايه اللي وقعني في الدرجات بتاعت امتحانات الدروس، وتبدا ان انت تصلح المشاكل والحاجات دي كلها. وامتحانات الدروس مهمه جدا ان انت تدخل بنيه ان انت عايز تعك وتجرب، لان هي مكان للتجربه. لو دخلت بقى وخدت الاتيتيود بتاع ان هي دي نهايه السنه ولو جبت درجه مش عارف هعمل ايه. انا عارف ان في مدرسين بيقول لك لو جبت درجه وحشه هطردك بره الدرس والحاجات دي، اكيد بيتقال لكم الكلام ده. غالبا ما بيحصلش يعني، تمام، لان ده مصدر رزق، فغالبا ما بيحصلش. لكن لو حصل مدرسين كتير، احنا قلنا انت مش مجبر تاخد مع مدرس. وفكره بقى المدرسين المشهورين وان المدرس ده طلع من عنده اوائل، عادي. انت ممكن ما نفس المدرس اللي طلع من عنده اوائل في ناس عنده ما جابتش مجموع. الموضوع مش معتمد على المدرس. المدرس بيبسط الشرح، بس الموضوع في الاول وفي الاخر معتمد عليك انت. فانت اللي بتقدر تخرج من المدرس باكبر استفاده. طيب لو جبت درجه وحشه هتعمل ايه؟ خلينا نقول في الاول ان انت هتتهزق، اذا كان من المدرس او من البيت او ايا كان. بس تعمل ايه؟ انت بينك وبين نفسك عارف اذا كنت مقصر ولا مش مقصر. فانت بكل بساطه خلاص لقيت نفسك جبت درجه وحشه، هترجع تقعد مع نفسك وتشوف والله انا اللي خلاني اجيب درجه وحشه 1 2 3، فانا هبدا ان انا اصلحه. المدرس لو جالك وهزقك عديها، مش مهم يعني. بس تعمل ايه في البيت لو جبت درجه وحشه؟ خد مني الاداء ده بالظبط. انت هتدخل البيت، يفضل ان انت ما تعرفهمش ان انت عندك امتحان، لان الاهالي ساعات بيبالغوا في الموضوع. هنتكلم على موضوع الاهل ده بعدين. بس يفضل ان انت ما تعرفهمش ان انت عندك امتحان في الدرس. هتروح داخل البيت لو انت ناقص وانت عارف بينك وبين نفسك ان انت قصرت في المذاكره، هتدخل بنفس الاتيتيود ده. مساء الخير، والله انا عملت اللي عليا وذاكرت، بس اكيد قصرت في حاجه، فان شاء الله انا عرفت غلطي والمره الجايه ان شاء الله اجيب درجه كويسه. الكلام كاب معاهم تمام، بس انت عارف ان انت مقصر وهتظبط الدنيا. الكلام جاب نتيجه تمام، ما جابش التهزيق ما بيلزقش، عادي يعني. خد انت كده كده عارف ان انت هتتهزق، فعدي الموضوع.
وللاسف في كم مدرس هنا بيتصل بالاهل يبلغهم الدرجه بتاعت كل دول؟ طيب مبدئيا في نوع من الطلبه معين هو بيتدلع اصلا، فلازم اهله يعرفوا عشان حرام الفلوس اللي بتدفع. بس لو انت من الناس اللي انت عارف ان انت عامل اللي عليك بس عندك مشكله في فكره امتحانات الدروس، والمدرس خلاص بقى بيطلب منك يعني رقم ولي الامر، ممكن تكتب رقم الاسعاف اللي تحت عادي، مش مهم يعني، مش لازم ما تبقاش حسيس قوي. بهزر طبعا. هو في اهالي حاضرين معانا صح؟ احنا هناخد بالنا بقى. طيب صحابي بيجيبوا درجات اعلى مني، كم واحد هنا شايف ان صحابه بيجيبوا درجات اعلى منه؟ هم معظم اللي رفع بنات، ما طبيعي عشان نفسنا والحقد. انت عشان تنجح مش لازم عشان تبان وتوصل ان انت تدوس على اللي معاك، ما فيهاش اي مشكله خالص لما اصحابك يجيبوا درجات عاليه وانت كمان تجيب درجات عاليه، الموضوع بسيط. بس ما تحاولش تبص لاصحابك او تقارن نفسك بحد، انت في مرحله كلكم في منافسه، فانت ركز على نفسك عشان انت اللي توصل، مالكش دعوه باصحابك بيجيبوا درجات اعلى منك، مش شرط عشان صاحبك في الدرس جاب درجات اعلى منك فهو هيجيب اكتر منك في السنه. انا في واحد صاحبي من غير ذكر اسامي يعني كان معقدني، عارفين انتوا العيال اللي بتقعد معاكم في الحصه لسه انا بقى ما ذاكرتش، انا ذاكرت الدرس ده 4 مرات. يا ابن الدرس ده صعب على فكره، مش هتفهمه اصلا، مش هتفهمه، وتلاقيه عمال بيذاكر كتير وعمال بيجيب درجات وجي في الاخر جاب 75% باين. الحمد لله فرحت فيه يعني عشان كان معقد طول السنه يعني. بس المهم يعني ما تشمتش في حد طبعا، بهزر، بس المهم ما تخليش صحابك يعقدوك، انت بينك وبين نفسك عارف ان انت مقصر في حاجه فخلاص تمام، انت المفروض قد مسؤوليتك وعارف ان انت وراك حاجه فخلاص هترجع وتظبطها وكل كده. نيجي بعد كده للمراجعه اللي احنا لسه قايلين عليها، اللي هي المراجعه اللي بعد الدروس على طول عشان بعد كده تروح امتحانات الدروس يعني، عشان بعد كده تروح الشرح تاني. المراجعه اللي بعد امتحانات الدروس زي ما قلنا ان هي مهمه عشان تعرف ايه العيوب اللي عندك في اللي نقصتك في امتحانات الدروس، لما بتيجي تراجع فبتشوف بقى العيوب كانت عندك في حل المسائل، فبتبدا ان انت تحل مسائل تاني وتذاكرها تاني وهكذا. نيجي بقى للنقطه اللي بتزعل ناس كتير، الخروجات. كم واحد هنا عنده مشكله في الخروجات مع اهله؟ مش سامع مين؟ طيب هو مبدئيا انت تخرج ليه؟ عشان انت بني ادم اصلا، فحقك ان انت تخرج، بس خلينا نوضح نقطه معينه. ما ينفعش ان انت تخرج وانت مش عامل اللي عليك، يعني ما ينفعش تقول انا عايز اخرج اغير جو من الراحه اللي انت واخدها، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. فانت عشان تخرج تغير جو لازم الاول تكون عامل اللي عليك. طيب المفروض ان انت تخرج قد ايه؟ تخرج يعني دلوقتي في الفتره دي مره كل اسبوعين كويس، مره قصدي كل اسبوع كويس، مرتين في الاسبوع كويس، بعد كده لما بتبدا تخرج في شهر 4 مره كده في الاسبوع او مره كل اسبوعين تمام، بس دلوقتي على الاقل مره في الاسبوع تخرج كده 3-4 ساعات تغير جو، لان انت بني ادم لازم تفصل. بس زي ما قلنا ما تخرجش وانت مش عامل اللي عليك، انت تعبت طول الاسبوع تيجي بعد كده تخرج وخلاص والدنيا تمام وخلاص وتخرج كده تغير جو عشان ترجع تستعيد حماسك تاني. طيب نفترض ان اهلك ما رضيوش يخرجوك، فاكرين الاداء اللي كان من شويه؟ بس المهم يكونوا شايفينك عامل اللي عليك طول الاسبوع، يعني ما يعني مشكلتنا اكيد كلكم حصل لكم الموضوع ده وانتوا قاعدين بتذاكروا، يعني ما بيدخلوش غير وانتوا ماسكين الموبايل. فمش بيحسوا منين؟ انا نفسي اوصل لاجابه السؤال ده. يعني لو في حد من الاهالي يجاوبنا نفسي اعرف الموضوع ده بتحسوه منين؟ موضوع غريب بالنسبه لي، يمكن لما ابقى بجرب مش عارف يعني يمكن. فلو اهلك مش بيرضوا حاول ان انت اصلا طول الاسبوع انت قاعد ماسك الكتاب بتذاكر بينك وبين نفسك طبعا، وقاعد بتتمشى في الشقه قدامهم، انا بذاكر اهو، انا بذاكر عشان اخرج اخر الاسبوع، تمام؟ بس طبعا بينك وبين نفسك تبقى قاعد بتذاكر مش بتمثل يعني. خلاص هتدخل بنفس الاداء اللي احنا قلنا عليه. السلام عليكم. انا تعبان قوي وعملت اللي عليا طول الاسبوع، خلاص لازم اخرج افصل، خلاص ملهاش حل تاني. ومفيهاش مانع لو اديتني فلوس كمان يعني اشارك حاجه يعني زي الخير كده. الكلام جاب تمام ان شاء الله هيجيب ما دام هو شايفك اتعامل اللي عليك طول الاسبوع تمام. بس لو في اهالي مش محتاج اقول لكم، انتوا عارفين المراجعه بتاعت يوم الخميس اللي بتظهر فجاه دي. يعني انا كده خلصت، ربنا يستر وما اضربش في الاهالي، انا بهزر طبعا، انت ما دام عامل اللي عليك طول الاسبوع تخرج يعني ان شاء الله، ولو حد ليكوا اهله مش راضيين يخرجوه يكلمني وهقنعهم ان شاء الله يعني.
يعني اتمنى ان انا كنت ضيف خفيف عليكم في شويه دول. ان شاء الله يعني هتزهقوا مني في الايفنت، هتشوفوني مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. هسيبكم دلوقتي مع فيديو تشوفوه واشوفكم ان شاء الله مره ثانيه. شكرا.